أحيانا قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن لابد أن تأتي الرياح. قد تكون بمثابة إنذار أو استغاثة، ربما من عالمنا، أو استغاثة من عالم آخر. ربما احلى مسا عليك يا حكواتي. انا النهارده جاي نقول لك تجربه جديده واحكي لك حكايه جديده. انا عارف اني اتاخرت عليك، بس وعد مني اني مش هتاخر تاني، ونعتبرها ان هي بدايه جديده. يلا بينا نبدا. يلا. من كام شهر دخلت تجربه جديده ما اخترتش ان انا اخشها، هي اللي جات لغايه عندي واختارتني، وعشان كده انا جاي اوثق الحكايه. معرفش اختارتني ليه انا بالذات، بس زي ما قلت لك قطعت الرياح بما لا تشتهي السفن يا حكواتي. انا في كليه بعيده زي ما تقول كده، مغترب، وليا اكتر 2 صحابي، عامر واحمد. عامر ده من نفس البلد اللي الكليه فيها، واحمد ده مغترب زيي بس في بلد ابعد. في يوم كنا قاعدين في الشقه، انا وهو قاعدين في شقه واحده بندرس فيها وفي نفس الكليه مع بعض، وعامر كمان معانا. فمره احنا قاعدين، احمد قال لي بقول لك ايه، ما تيجي نعمل حاجه جديده؟ قلت له حاجه جديده زي ايه؟ قال لي اي حاجه نكسر بيها الملل ده. استغربت ان هو مش من عوايده ان هو يبقى عايز يعمل حاجه جديده. احمد دايما روتيني جدا 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 فوق ما تتخيل، فايه اللي يخليه يصر ان هو يعمل حاجه جديده؟ ما اعرفش. المهم قال لي ما تيجي نخش البيت المهجور اللي قدامنا. قلت له اشمعنى البيت ده؟ قال لي يا ده في حاجات كتير بتحصل فيه. قلت له زي ايه؟ قال لي ساعات لما بخش اغسل وانشر الهدوم في البلكونه احس ان في حاجه بتتحرك، مش كده وبس، لان البيت ده فيه حاجه مش مظبوطه. وفي مره كنت قاعد في البلكونه وسرحان ببص على البيت، لقيت في حاجه غريبه هناك مش مظبوطه بتتحرك، ولما ركزت كانت بتشاور لي اني افتكر حاجه من ساعه ما طلعت من البلكونه. مش فاكر، كاني نسيت كل حاجه، بس انا متاكد اني شفت حد كان بيشاور لي، وجوايا احساس بيطاردني بان انا لازم اخش البيت ده. مش عارف ليه بحس الاحساس ده، بس حاسس ان انا هرتاح لو دخلت البيت ده وشفت جواه ايه. السر اللي في البيت ده كبير كبير يا حكواتي، لازم نروح ونشوفه. قلت له بلاش ننكش في حاجات ما تخصناش، احنا في بلد غريبه ولو حصل حاجه ما حدش هيلحق ينقذنا. قال لي ما تخافش، احنا هنخش ونشوف. والله العظيم لقينا حاجه اهو، عشنا تجربه جديده. ما لقيناش اهو، يبقى ايه؟ غيرنا الروتين بتاعنا وضيعنا الملل ده. تعالى مش هنخسر حاجه. قلت له بلاش علشان خاطري، الموضوع ده اكيد وراه ان بيت زي ده بالمساحه دي لغايه دلوقتي مهجور، اكيد في حاجه، انا متاكد ان في حاجه، بلاش نخش. قال لي بس كلم عامر وخليه يجي معانا، هو هيبقى عارف اكتر مننا في الموضوع ده. قلت له يبقى عارف اكتر مننا في الموضوع ده ليه يعني؟ قال لي ما هو من البلد فاكيد يعرف حكايه البيت ده ايه. اتصلت على عامر وقلت له تعالى. قال لي مش ملاحظ ان الوقت متاخر الساعه 11، اجي فين دلوقتي؟ قلت له تعالى بس. هرب من البيت وجينا وقعد معانا، حكينا له احنا عايزين نعمل ايه. قلنا له عايزين نخش البيت المهجور. بص كده وفي علامات فزع على وشه. بيت ايه ومهجور ايه اللي انتوا عايزين تخشوه؟ انتوا سايبين البلد كلها وعايزين تخشوا البيت ده بالذات؟ قلت له في ايه في البيت ده؟ قال لي لا، البيت ده اتقالت عليه حكاوي اكتر من انت تتخيل، ما نعرفش ايه الصح والغلط، بس كل حكايه انقح من التانيه وامر من التانيه، وممكن تودي اي حد يخش البيت على القبر على طول. ما فيهاش هزار، دي فيها موت. انا ماليش دعوه بيكم، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، اهم حاجه ما تجيبوش ولا اسمي ولا سيرتي في اي حاجه. انا مش خايف، محدش هيخاف على عمري قدي. انا ماليش دعوه بيكم، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. وحسينا ان هو دخل في حاله انهيار عصبي ومشي وسابنا زي المجنون. بصيت لاحمد وقلت له لسه عايز تخش البيت؟ قال لي يا عم ده جبان خواف ويفوز باللذات كل مغامر. وانا اللي هقول لك يا حكواتي يلا بينا نخش البيت وفكك. قلت له خلاص احنا هنخش النهارده بس بعد الفجر. قال لي ويبقى فين المتعه
لما نخش بعد الفجر والنهار لسه هيطلع. قلت له معلش، لو عايزني فعلا نخش معاك البيت ده لازم بعد الفجر. قلت له ماشي. فضل مهووس طول الليل بيدور على البيت، بيشوف مين صاحبه، مهجور ليه الناس بتخاف منه، ايه الحكايات اللي بتتقال عليه. من كتر هوسه شبه طبق وما نمش. انا نمت وصيت على الفجر، رحت اصلي الفجر في الجامع. المنطقه اللي احنا قاعدين فيها شبه منطقه شعبيه، فعادي جدا ان انت تبقى كل الناس عارفه كل حكايه من حكايات البيت ده. بعد ما خلصت صلاه وقاعد مسترخي مفكر على البلوه اللي انا داخل فيها، ما انا مرضتش ارجع في كلامي، او اصلا مش هسيب احمد يخش البيت ده لوحده. مش عارف خايف على احمد ولا خايف لما يحصل حاجه انا اللي اتاخد في الرجلين، معرفش. المهم انا وقاعد بسرح لقيت واحد كبير قاعد وباين عليه ان هو كبير في السن لدرجه ان هو ممكن يكون عارف حكايه المنطقه كلها. قلت له ممكن اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل. قلت له انا مش من هنا، انا طالب ومغترب. انا هسالك سؤال غريب، هو ايه حكايه البيت المجهول؟ قال لي وانت تعرف البيت المجهول من فين؟ قلت له ما انا ساكن في العماره اللي في وش البيت على طول، والبيت ده فيه حركه مش طبيعيه، وبنحس بان في حد موجود بيتحرك، وبنحس باجواء مرعبه. انا مش هكدب عليك يعني. قال لي البيت ده ولا تبصوا عليه ولا تركزوا معاه، ويستحسن اصلا تنسوا انه في بيت، اعتبروه ان هو مش موجود، واوعى اوعى اوعى تفكر تخشه. قلت له اخشه ايه؟ مين قال اصلا ان انا عايز اخشه؟ قال لي انا بقول لك اهو اوعى تخشه. انا كلام الراجل صح عندي حس الفضول، الحس اللي انا علشانه عايش. انا ما اخترتش ان اكون في التجربه دي، بس هي اللي ندهتني وانا لبيت الندى. ما هو مش طبيعي لما الكل يحذرك من البيت وانت جواك بذرة فضول عايزاك تتحرك وتخش البيت. لا وفي حد كمان بيشجعك، احمد صاحبي اللي في الشقه عايزني اخش مع البيت. طب بالذمه ده تسميه ايه؟ انا قررت اخش البيت مع احمد. وبعد ما رجعنا قلت له بقول لك ايه، خليها بكره، النهار قرب يطلع واحتمال اصلا ما نستمتعش. خليها بكره الساعه 12. الساعه 12 هنخش انا وانت ونشوف ايه اللي بيتحرك في البيت واللي انت نفسك تشوفه. قال لي موافق. قال لي بس انا عايز اوريك حاجه. قلت له ايه؟ قال لي انا قعدت ادور كتير عن البيت ده واكتشفت ان صاحبه اسمه محمد السويسي. محمد السويسي ده قبل ما يجي البلد دي كان شغال على مركب في السويس. المركب دي غرقت في البحر ومره واحده ما نعرفش عنه اي حاجه، ومراته كانت عايشه لوحدها في البيت ده. قلت له ما في حكايات كتير بتتقال، اشمعنى انت خايف؟ قال لي لا في حاجه غريبه، بعد اختفاء الراجل ده من بيته حصلت حاجات في البيت خلت الست ممكن تكون اتجنت. قلت له انت مين قالك الكلام ده؟ قال لي البيت طلع مشهور واحنا اللي مش عارفين. تعال اقرا، تعال شوف اهو كل حاجه بتدل على ان في حاجه غريبه في البيت ده، احنا لازم نخش ونستكشف. قلت له ماشي، هنخش وهنستكشف وهنعمل كل اللي انت عايزه، بس فهمني الحكايه كده. قال لي بص انا قارنت بالحكايه اللي موجوده على النت بنفس الحكايه اللي حكاها لي عم فتحي بتاع الازاز. عم فتحي بتاع الازاز ده بقى ساكن او واخد المحل بتاعه تحت العماره اللي احنا ساكنين فيها اللي هي قدام البيت. عم فتحي انا زي ما جاش في بالي عم فتحي. عم فتحي ده اكتر واحد قاعد قدام البيت، والمحل بتاعه بيبقى شغال 24 ساعه، وهو اغلب وقته بيقضيه في المحل. يعني لو احنا بنشوف حاجه فاكيد عم فتحي بيشوفها كمان، ده غير ان هو اصلا من المنطقه. كل الاحداث في مخي بتدور على ان عم فتحي عنده اصل الحكايه، احساس مش عارف جالي ليه، بس هو احساس خليني شاكك في عم فتحي اصلا ان هو عنده السر. ركز يا حكواتي في التفاصيل ما تسرحش مني، ركز. نزلت لعم فتحي تاني يوم على الساعه 1:30 الظهر كده. قلت له يا عم فتحي مش تعزمنا على كوبايه شاي؟ قال لي اتفضل يا حبيبي اتفضل تعالى، واحد شاي هنا للاستاذ. قلت له يا عم فتحي والله انا لما باجي انشر بشوف حاجه غريبه في البيت ده، هو حكايه البيت ده؟ بدون اي مقدمات زعق فيا وقال لي بيت ايه يا استاذ؟ البيت ده مالكش دعوه بيه، واوعى تخشه او تحاول تخشه. قلت له اهدى بس كده، اهدى بالراحه، في ايه؟ مش مستاهله كل ده. قال انا بحذرك اهو، اوعى تتكلم عن البيت ده او تحاول تخشه. انا عارف الفضول بتاع الشباب ده كويس، انتوا قاعدين فاضيين ولا شغله ولا مشغله وقاعدين بقى مستنيين عايزين تشوفوا البيت ده فيه ايه. لا يا حبيبي البيت ده محدش بيخشه، واحنا من زمان قافلين عليه، ولا حد بيدخل ولا حد بيخرج. ما تعملش زي اللي قبلك اللي دخل وما طلعش. قلت له طب ما تحكي لي نفضفض مع بعض عادي يعني، انا بسأل. قال لي مفيش، صاحب البيت ده في يوم من الايام كان شغال على مركب والمركب دي غرقت، مع اول خبر ليه ان هو مات مراته قعدت تصوت بطريقه هستيريه، وكانت بتقول ان هو موجود فوق رغم ان هو ميت واحنا دافنينه بايدينا.
بس كانت بتقول ان هو موجود فوق. مرة واحدة طبت سكتة وماتت. قلت له طب ما ممكن تكون من الصدمة عادي. قال لي لا يا حبيبي، هي ما ماتتش من الصدمة ولا ماتت موتة طبيعية، هي ماتت مذبوحة، هي وبنتها وولدها. هما التلاتة ماتوا بنفس الطريقة في الأوضة الكبيرة. هما التلاتة ماتوا مذبوحين. أنا أول لما سمعت كلمة مذبوحين دي قلبي نزل في رجلي. قلت مستحيل أخش البيت ده فيه قتل، أنا مستحيل أعمل كده. وقررت إن أنا أنزل وطلعت البيت. بقول لأحمد اللي حصل اللي هو قال لك كده. قلت له اه. الغريبة هو عكس اللي قاله لي تماما. ده قال لي غير كده خالص. ده قال لي ان ست اتجنت بسبب زعلها الكبير على جوزها، وان هي ذبحت نفسها وذبحت عيالها قبل ما تذبح نفسها، وكلام غريب كده انا ما فهمتهوش. هو ليه غير كلامه؟ هو يمكن في حاجه تربط ما بينهم هما الاثنين؟ قال لي لا يا عم مستحيل ده يحصل، احنا نخش البيت ونستكشف. معايا حكواتي ولا ايه؟ انت وعدتني ان هنخش النهارده. قلت له هنخش. باقي من الزمن اقل من 10 ساعات ونخش البيت. خش الساعه 12. انا عارف ان خلاص مفيش وقت. انا كنت زي الهستيري عمال قاعد بدور على اي حاجه او اي معلومه تقدر تفيدني لما اخش البيت ابقى في امان. انا عارف ان انا اللي داخل عليه ده مش سهل، عارف ومتاكد جدا ان في مصير مجهول مستنيني، الله اعلم ليه الاحساس ده عندي، بس انا حاسس ان انا مش هرجع. ده الاحساس اللي كان واصل لي ساعتها، والا ما كنتش بكلمك دلوقتي يا حكواتي. المهم قعدت ادور انا واحمد طول الليل ونجمع في معلومات. البيت كان غريب. انت مستغرب طبعا من فكره ان احنا بنجمع معلومات كتير. لا، انت لو كنت شفت منظر البيت كنت هتعرف انا بكلمك في ايه. البيت مرعب مخيف يخلع قلبك من مكانه، ويمكن ده السر اللي مخليني عايز اخشه. معرفش، هنعرف. المهم في اليوم ده قررت اروح لعامر. رحت له بيتهم وقعدت اخبط عليه. كانت على حوالي الساعه 6 بالليل. قلت له عامر، انت عارف حاجه مخبيه علينا في البيت ده؟ قال لي ليه؟ قلت له بص، من الاخر كده انا واحمد قررنا ان احنا نخش البيت، وهنخش النهارده الساعه 12. لو حابب تيجي قول لي عشان اعمل حسابك، انما لو مش حابب او خايف او زي ما تسميها قول لي، بس انا مش عايز اتفاجئ بيك هناك. قال لي وانت مين قال لك ان انا ممكن اجي؟ قلت له مش عارف، اصلا انا فضولي واحمد طلع فضولي، فمش غريب ان انت كمان تطلع فضولي. خايفك تاجي يا صاحبي في وقت او في توقيت غلط بوظ علينا الدنيا كلها. قال لي ما تخافش مش حاجه. انا لما رحت وقلت له الحكايه دي وقلت له الكلام اللي قاله لي عم فتحي، انا كنت متاكد ان هو هيجي. لمعت عينيه لما سمع الكلام ده، واحساس الفضول برضه ظهر عنده، كنت متاكد ان هو هيجي. انا راجع من عند عامر وماشي في الشارع، خلاص وصلت تحت البيت، لقيت عم فتحي بيبص لي بصه كلها شر. بصه انا وهو بس اللي فاهمينها، بصه ان هو عارف وانا عارف ان انا هخش البيت، بس امتى محدش يعرف. ايه اللي مستنيني جوه برضه محدش يعرف. جبت خشب وبنزين وعملت منها شغل عشان اعرف اخش جوه، لان انا عارف ومتاكد برضه اني لو دخلت بكشافات او بحجاره حاجه منهم هتبوظ، انما النار مستحيل يحصل لها حاجه. صعب يعني، زي ما بنسمع في الحواديت بالظبط. المهم احمد قال لي ان في حاجه قريتها ومش عارف دي هتنفعنا ولا لا. قلت له ايه؟ المركب اللي غرقت بمحمد السويسي ما غرقتش قضاء وقدر، غرقت بسبب فعل فاعل. قلت له ايه؟ قال لي ان محمد السويسي قبل ما يموت في المركب قتل رئيس المركب اللي شغال عليها، ومش موتة عادية، ده ذبحه وذبح نفسه، وحاول المركب ناحية جبل صخري والمركب غرقت. قال لي في حاجة مش طبيعية مش غريبة دي برضو، ان محمد السويسي ومراته وعياله يموتوا بنفس الطريقة. غريبة صح؟ انا من الكلام اللي بسمعه ده متوقع اي حاجة تحصل او اي حاجة تتقال لي، طبيعي جدا. يلا بينا نخش البيت. الساعة دلوقتي 11:30، فاضل نص ساعة. خدنا الفرصة اللي عم فتحي فيها كان مش موجود في الدكان. في الوقت ده متعود ان هو يروح ياكل في اي مطعم على حسب مزاجه. ما علينا من التفصيلة دي. اول لما عم فتحي اتحرك من المحل قعد يتلفت حواليه يمين وشمال وبص على البيت بصت هو القديم هيتفتح ولا ايه؟ انا شفتها. واول لما مشي كسرنا الشباك اللي موجود في البيت بالجنب ودخلنا من جوه. عايزك تتخيل معايا البيت كان عامل ازاي يا حكواتي. حطام، كراسي في كل حته، الدنيا مقلوبه، كل حاجه فوق بعض ومكركبه، الا حاجه واحده بس. في الصاله الكبيره اللي كانت في الدور الارضي لقينا صوره للعيله كلها،
محمد السويسي ومراته وابنه وبنته، بس الصورة معلهاش ولا ذرة تراب. دي كانت أول صدمة ليا أنا وأحمد. بنبص وبنركز في الصورة، لقينا ظل عامر جاي من ورانا. بنبص ورانا، ده عامر. أحمد اتخض وقال له أنت جيت هنا إزاي؟ وأنت عامر أصلا؟ قلت له ما تخافش، أنا عارف إن عامر جاي. أنا رحت له وحركت عنده الفضول لأني متأكد إن هو هيجي ومش هيسيب صحابه يعني. المهم قال لي أيوه هاجي. ما هو مش طبيعي برضو إن أنتوا الأغراب تخشوا البيت وتستكشفوه وأنا اللي من البلد معرفش حاجة عنه. إحنا هنكمل الرحلة مع بعض وهنبدأ ونشوف إيه السر ورا البيت ده. قعدنا نقلب في أي حاجة ممكن تدلنا على مين محمد السويسي أو هم ماتوا إزاي أو أي دليل يثبت إن في حاجة حصلت. مفيش. كان في سلم داخلي بيودي على الدور الأول، واحنا طالعين على السلم بقى لقينا بدون أي مقدمات قطة سودا واقفة في وشنا وكأنها حارسة الدور ده، وبتنونة في وشنا بطريقة هستيرية، بطريقة مرعبة، بطريقة رجعتني أنا خطوتين لورا. وأحمد كان متصدر المشهد وعامر بيبص لي بخوف بيقول لي إيه؟ قلت له ما تخافوش. ولعت شعلة النار ودخلت وهشيت بيها القطة. كانت بتبص لي وبتحذرني لا ما تطلعش. وطلعت واحمد جه ورايا وعامر كان اخر واحد. احنا طالعين على السلم شفنا خيالات، اطياف بتجري قدامنا، ما اعرفش دي اشباح ولا ايه، بس الحركه اللي كانت بتحصل مش طبيعيه. لحد ما شفنا ظل واحده. احمد بص لي وقال لي شايف الظل اللي بيتحرك هناك ده؟ قلت له ايه؟ قال له الظل ده هو اللي بشوفه في البلكونه. فاكر لما قلت لك كنت سرحان وشفت حاجه بتتحرك ولما طلعت من البلكونه ما لقيتهاش وما كنتش فاكر هي ايه اصلا؟ قلت له فاكر. قال لي هو ده الظل. الغريبه ان الظل كان بيشاور لنا بيقول لنا تعالوا على اوضه. انا ما كنتش شايف ده غير لما عامر قال لي بص بتشاور لك، بتقول لك تعالى لهنا، تعالى في الاوضه دي. اديت لكل واحد فيهم عصايه وولعت لهم شعلة نار ودخلنا الاوضه. بنبص، رموز، تعابير غريبه، حاجات غريبه موجوده. لما ركزنا لقينا كلمه فتحي، موت، دمار، مرض، جنون، سبب. الكلمات دي كانت منتشرة على حيطة في وش السرير بالظبط بطريقة عشوائية مكتوبة قدامي زي أفلام الرعب بالظبط. الكلمات دي ما كناش عارفين نجمعها ولا عارفين معناها ايه. جمعها انت مع نفسك يا حكوات. جمعتها؟ طيب بما انك جمعتها بقى عايزك تعمل لايك واشتراك وشير للفيديو وكومنت تقول لي فيه قصة عجبك لحد دلوقتي ولا لا. ماشي يا حكواتي؟ ماشي. ايوه فهمنا زي ما انت فهمت بالظبط، وعرفنا ان عم فتحي بتاع الازاز اللي تحت ده طلع فعلا وراه سر كبير. المهم قعدنا لا بينا ولا علينا حسينا بان في حاجه بتحوم حوالينا، حاجه بتحوم بسرعه. عامر طلع في الطرقه بتاعه الاوض اللي كنا واقفين عليها في اول السلم. شاف عيل هو مش كبير قوي في السن ومش صغير، تقدر تقول كده في سنه 6 ابتدائي اولى اعدادي حاجه في الرينج ده، مسك كوره وعماله تتنطط وشوحها في الحيطه. عين عامر راحت على الحيطه مع اتجاه الكوره، رجع بص ملقاش الواد ده واختفى. عامر من الصدمه قاعد يجري علينا ويقول لنا الحقوني في حاجه حصلت، انا شفت عيل صغير. احمد قال له بالراحه كده واحد ولا عيل صغير؟ قال له لا ده عيل صغير كان بيبص لي وعينيها كلها شر بيقول له انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ ايه اللي دخلكم في مكان مش مكانكم؟ قال له انت عرفت كل ده من بصته؟ قال له ايوه البصه دي مش طبيعيه، انا عارفها، بصه مرعبه، انا مش قادر. واغمى عليه. انا خدته وسندته على الباب ما بين الطرقه وما بين الاوضه لحد ما نشوف المشكله اللي احنا قاعدين فيها دي. ما كملناش 3 ثواني بالظبط عصايه النار اللي كانت مع عامر واللي سابها من ايده ورماها لما شاف الواد ولعت في الحيطه دي وعملت دايره كبيره، دايره جواها نجمه سداسيه. النجمه دي كل ما النار تمشي فيها بتبرز كلمه او بتفرز حرف من لغه احنا مش فاهمينها، الله اعلم. يا ريت كان معايا كاميرا في الوقت ده وكنت صورت لك اللحظه دي. ما علينا. بعد فتره النجمه دي اكتملت، ولما اكتملت ببص في كل ركن من اركان النجمه دي لقيت صوره ليا وصوره لعامر وصوره لاحمد وصوره لعم فتحي وصوره لواحده ست وصوره الراجل. احمد قال لي شايف الراجل ده؟ ده محمد السويسي، ركز، انا وريتك الصوره دي.
قلت له ايوه الصوره دي انا شفتها ومش واضحه على البيدج اللي انت وريتهاني. قال لي لا انا متاكد هو ده محمد السيوفي، يبقى اكيد دي مراته وده عم فتحي، احنا مش هنعرفه يعني ولا ايه؟ بس لو كنا ركزنا في الصوره اكتر كنا هنشوف ان عم محمد السويسي ده ومراته بيبص على عم فتحي بتاع الازاز بصة غل وكره. انا اقول لكم بقى تاريخ الحكايه. المهم عامر فاق قال يلا بينا، كفايه اول حد كده، كفايه قوي. بنبص ورانا لقينا واحده بتقول لنا هو دخول الحمام زي خروجه، انتوا اللي جيتوا ونكشتوا في السر، بس انتوا عارفين انتوا ولاد شاطره لان انتوا جيتوا ولبيتوا الاستغاثه بتاعتي. انا هنا اسيره انا وعيالي، ابني وبنتي، ضحيه الظلم والغدر. انتوا لازم تخرجونا من هنا، احنا تعبنا، احنا اروحنا بتتعذب هنا كل يوم. انتم في ايديكم تحلوا اللغز وتحلوا السر، انتوا هتمشوا من هنا وتركزوا في كل حاجه بعد كده. احنا جرينا كنا خلاص رايحين ناحيه الشباك، لقينا باب محمد السويسي اتفتح لوحده، وزي ما كان في حاجه بتقول لنا اطلعوا بره، وقتكم خلص. وطلعنا على دخلة عم فتحي بتاع الازاز من اول الشارع. شافنا واحنا خارجين في البيت، جري علينا انتوا ايه اللي دخلكم البيت ده؟ انا مش قلت لكم محدش يفكر يخش ولا مصيركم هيكون الموت؟ احمد رد عليه وقال له بس احنا ما موتناش، احنا طالعين من الباب. قال له انت مستغرب ليه ان احنا لسه عايشين؟ قال له انا مش مستغرب ولا حاجه، انتوا بس ازاي دخلتوا وطلعتوا ازاي وكنتوا بتعملوا فوق ايه اصلا؟ قلت له كنا بنحاول نشوف السر يا عم فتحي، السر اللي سبحان الله صورتك موجوده فيه فوق. ايه صورتي ده؟ صورتي ايه اللي هجيب صورتي فوق؟ انا اصلا ما اعرفش حاجه عن البيت ده، كل اللي بنسمعه ده حواديت وحكايات من زمان واحنا صغيرين. قلت له احنا صغيرين برضه يا عم فتحي، يا عم فتحي انت راجل كبير، يعني عمرك من عمر البيت ده، من عمر الحاجه اللي حصلت فيه. قال لي لا انت قصدك ايه؟ وتلجلج في الكلام، وزي ما تحس كده ان هو كان خايف من حاجه. انا كنت متاكد ان وراه سر، وسر كبير كمان. ما علينا، طلعنا شقتنا عادي، بس عينيه كلها بتطق شرار ناحيتنا وكأن في حاجه هو ناوي يعملها لنا. هي ايه؟ الله اعلم، ناوي على ايه محدش عارف. بس احنا طالعين الشقه بتاعتنا بقى بنبص على البيت، لقينا كل الشبابيك مقفوله، على العكس تماما كانت بتبقى مفتوحه الا شباك واحد اللي قدام بلكونتنا. كل البيبان متجنزره، كل الشبابيك متمسمره ومقفوله الا شباك واحد، الشباك اللي قدام بلكونتنا بالظبط. وبنبص لقينا في نار ولعه في الاوضه بتاعت محمد السيوفي اللي قدام بلكونتنا. نار ولعه فيها 3 باينين، الست اللي شفناها والولد اللي شافه عامر والبت اللي كانت بتشاور لنا على الاوضه وبتقول لنا تعالوا. ال3 دول كانوا واقفين بيبصوا لنا ببصه كلها حصر وفي نفس الوقت خوف وتحذير من اللي احنا داخلين عليه. ايه هو اللي احنا داخلين عليه؟ محدش عارف، بس اهو اهينا داخلين. المهم ببص لقيت عامر واحمد دخلوا وخافوا وقفلوا الباب عليا. كنت انا في الاوضه لوحدي، مره واحده الشباك اللي قدام البلكونه ده قفل لوحده. انا اتخضيت وقفلت باب البلكونه وببص ورايا لقيت الست دي في وشي. قالت لي استنى ما تقفلش، هو انت فاكرها سهله كده؟ انتوا نكشتوا ولبيتوا الاستغاثه، انتوا سر الخلاص، انتم السر اللي هيفك الحبس الابدي اللي احنا فيه، انتم مفتاح النجاه لينا، انتم اللي هتعرفوا السر وتحلوه. انا واثقه. واختفت. بفتح الباب وبجري على عامر واحمد اقول لهم اللي حصل. بيحكوا لي ان الولد والبنت كانوا ظاهرين قدامهم وبيقولوا لهم نفس الكلام، معرفش في ايه. الظاهر كده ان احنا دخلنا في حاجه ما يعلم بيها الا ربنا يستر علينا. المهم جرس الباب خبط مره واحده، احمد اتفزع من مكانه قال هي ناقصه رعب. فتح الباب لقى عم فتحي دخل ومعاه سكينه وبيهددنا بيها، بيقول لنا اسمع انت هو منك ليه؟ انتوا دخلتوا البيت عشان عندكم فضول، ماشي، انما تخش وتنخور وتسال وتقول لي اصل شفنا صورتك، اصل شفنا مش عارف ايه، لا يا حبيبي، لا يا بابا. انتوا لو دخلتوا البيت ده تاني وحاولتوا تشوفوا فيه ايه تاني، او حتى لو هم كلموكم، انتوا ما تعرفوش حاجه ولا تسمعوا حاجه ولا تشوفوا حاجه عشان تروحوا لاهاليكم. عامر خاف وترعب وقال انا ماليش دعوه ومشي.
انا واحمد قلنا له ننزل عم فتحي. مفيش حاجه، احنا ما نعرفش حاجه. الكلام اللي كنا بنقوله لك ده كان بالخطه. انا نمت واحمد نام وحلمنا نفس الحلم. خد الكبيره بقى، عامر حلم نفس الحلم. كل واحد فينا حلم بشخصيه مختلفه. انا حلمت بالام لانها ظهرت لي، وعامر حلم بالابن، واحمد حلم بالبنت. كل شخص مننا حلم بالشخص اللي ظهر له في البيت الاول. ستي كانت بتقول لي رسائل واضحه وصريحه فيما معناها ان السر كله في عم فتحي. فتحي هو السر، فتحي هو السبب. خلي بالك، اوعى تسمع كلام احمد. البنت اللي ظهرت له كانت بتقول له على الشيخ اللي كان في الجامع اللي حكيت لك عنه في اول القصه. فاكره؟ افتكره تاني بقى، لان الشيخ ده مهم جدا في الحكايه، ان هو ده الشخص الوحيد اللي يقدر يساعدنا كلنا من اللي احنا فيه. عامر الولد اللي شافه كان بيقول له انت الوحيد اللي هتنقذهم في اخر لحظه. دي الجمله الوحيده اللي قالها ومشي، ما نعرفش في ايه. انا كنت مركز مع عم فتحي ان انا براقب تصرفاته وخروجه ودخوله وكل حاجه من الحاجات دي. احمد بقى كان بيتابع مع الشيخ، وكان كل شويه بيروح له وبيتكلم معاه وبيلح عليه جدا انه يعرف السر، لحد ما حكى له على اللي حصل معانا في البيت وقال له على كل حاجه. الشيخ قال له انا هقرر اساعدك واطلعكم من اللي انتوا فيه. الشيخ حكى لنا على الحكايه وقال ان في سبب وفي علاقه بين الست وبين عم فتحي. ايه هي الله اعلم، بس مش طبيعي اللي يحصل ده. احنا عارفين برضو ان محمد السويسي ما ماتش موتة عادية، وانه مات مذبوح قبل ما المركب تغرق، بس ما نعرفش ليه. وايه السر الربط ما بين ان هم كمان يموتوا مذبوحين؟ دي الحكاية الحقيقية اللي منها اتبنت عليها حكايات كتير. بس اشمعنى انتم اللي دخلتوا من البيت وطلعتوا حيين؟ يا ابني في ناس كتير قبلكم بكتير، شباب ورجالة حاولوا يخشوا، منهم اللي حاول يسرق، منهم اللي حاول يشوف فيه ايه، بس البيت كان رافضهم وماتوا مذبوحين برضو. وعشان كده كلام فتحي بتاع الازاز اللي قاله لكم كان صح، اللي بيخش بيموت. انتم ازاي بقى دخلتم والبيت سمح لكم، وازاي خرجتم من غير ما يحصل لكم حاجه؟ ده اللي هيجنني. قلت له فعلا. احمد جه وحكى لي كل حاجه بينه وبين الشيخ. قلت له فعلا، اشمعنى احنا؟ قلت له دي استغاثه، ومش اي استغاثه، استغاثة من عالم آخر. حضرنا حاجتنا وقلنا هنخش البيت تاني، والمرة دي هنعرف السر كله. أحمد في الليلة دي قرر إن هو يحضر كل حاجة وما يسيبش أي حاجة للصدفة. وجاب شمع وجاب ملح وجاب حاجات من الكتاب اللي هو كان بيقرأ فيه. الكتاب ده كان فيه طلاسم بتحضير أرواح الموجودة في أي بيت، أي أرواح شريرة، سواء جن، شياطين، أو أرواح تسكن هذا المكان، وأي حاجة نقدر نتواصل بيها من خلالها. أحمد جاب عروسة لعبة وقرر إن هي تكون الوسيلة اللي نتكلم معاهم بيها. رحنا، أنا معرفش حاجة عن الكلام ده غير لما دخلت البيت. ولما رحنا وأحمد حضر كل حاجة وكأنه ساحر قديم أو متخصص في تحضير الأرواح، أنا اتفاجئت من أحمد. قال لي الفضول هو اللي خلاني أعمل كده، وكلام البنت خلاني برضه أعمل كده، وكلام الشيخ هو اللي فتح لي الطريق ووعاني على الحتة دي. إن هو قال لي معلومات ساعدتني أوصل لشوية حقائق هقولك عليها بعدين، بس يلا نكمل. لقيته عمل دايرة ورسم جواها نفس النجمة اللي شفناها على الحيطة بالنار، وجاب صورة ليا وليه والعامر وحطها في نفس الثلاث زوايا، وحط العروسة دي في الزاوية الكبيرة من النجمة في الناحية التانية، وولع 6 شمعات. كنت أنا وهو حواليها، وقعد يردد كلام غريب بطريقة مش مفهومة، لحد في مرة واحدة كده سمعنا العروسة بتتكلم وبتقول لنا على كل حاجة حصلت. ايه اللي في العروسة ده؟ احنا ما نعرفش. طب مين اللي بيتكلم؟ برضه ما نعرفش. بس اللي بيتكلم بصوت راجل أجاش، صوت راجل خشن، مش صوت واحدة ولا عيل ولا بنت. صوت إيه اللي سامعينه ده؟ لقينا بيعرف نفسه بيقول أنا محمد السويسي، أنا صاحب البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده. عايزين تعرفوا الحكاية كالآتي، ويلا علشان احنا محبوسين هنا وعايزين نخرج، عايزين نطلع ونتحرر. البيت اللي انتوا موجودين فيه ده ملعون وتحته آثار، وفتحي اللي اسمه فتحي أبوه كان تاجر آثار كبير، وكان عارف إن البيت ده فيه آثار، وكان من زمان بيحاول يشتري مني البيت ده، بس أنا مرضتش. مش عشان عارف إن تحتيه آثار، بس ده بيتي
وبيت عيلتي وبيت جدودي كلهم كانوا عايشين فيه. أبو فتحي كان يعرف شيخ دجال كبير. الدجال ده حضر أرواح كتير ناس عندنا، خلاها تظهر لنا في البيت. كنا بنتزاول منهم، والخيالات دي كانت مرعبة لدرجة إن احنا خلاص قربنا نتجنن. أنا قررت أسيب البيت لمراتي وعيالي وأروح أشتغل على المركب اللي كنت شغال عليها. بس أنا ما كنتش ناوي أرجع، وأنا وعلى المركب حسيت بحالة مش طبيعية. لقيت نفسي فيها بدبح ريس المركب، وقررت إن أنا المركب كلها تتقلب وننتحر كلنا انتحار جماعي، وأدبح نفسي قبل ما المركب تخبط. مش كده وبس، أنا كتبت الكلام ده كله في ورقة قبل ما أموت. مش عارف بقى لقيوها ولا لأ، بس انتوا أكيد لقيتوها، وإلا ما كنتش عرفت القصة يا أحمد. والعروسة كانت بتبص على أحمد. أحمد مسك حبة ملح وقعد يرشها حوالين العروسة بطريقة هندسية غريبة، ولا هي مثلث ولا هي دايرة، شكل هندسي غريب معقد. قلت له انت اتعلمت الحكاية دي فين؟ قال لي ركز وملكش دعوة، ملكش دعوة باللي انا بعمله. بعد كده العروسة صوتها اتغير، بقى صوتها صوت طفل بيحكي وبيقول انا مش عارف ماما ليه عملت كده. ماما دخلت عليا الأوضة وقالت لي تعالى عايزاك في اوضتي، ولما دخلت قالت لي خد الكورة دي العب بيها. انا خبطتها على الحيطة خبطة واحدة بس لحد ما دبحتني، والصوت اتغير بقى صوت واحدة بنت بتقول انا برضو ماليش ذنب في اللي حصل. انا دخلت على صوت الخبطة بتاعت الكورة، دخلت جوه الأوضة لقيت ماما دبحة اخويا، ومرة واحدة قالت لي انت لو اتكلمتي انا هدبحك انت كمان، ولسه هصوت راح دبحاني. مرة واحدة صوت العروسة اتغير، صوت واحدة كبيرة بتقول ان فتحي السبب، فتحي السبب، هو اللي سحر لي، هو اللي خلاني اتجن. وبقيت اشوف محمد في كل حتة في البيت. محمد كان بيظهرني وبيخوفني، وكنت بشوفه دايما بيتذبح قدام عينيا في كل حتة في البيت. فما كنتش عايز اعمل اي حاجة غير ان انا اروح له انا والعيال. ذبحتهم وذبحت نفسي، واهو قاعدين محبوسين في البيت. انتم السر، انتم السر. لازم فتحي يعترف بكل حاجة، لازم فتحي يعترف بكل حاجة عشان احنا نتحرر. احنا مقيدين في البيت ده بسبب السحر اللي هو عامله. انا مش عارف اربط ما بين هو مين السبب، ابو عم فتحي ولا فتحي نفسه، مش عارف. لحد ما العروسة اتحركت مرة واحدة ووقفت وطلعت من الارض وقالت لنا فتحي وابوه هم السبب. ابوه كان بيدور على الاثار، وفتحي اول لما محمد مات كان عايزنا نتجوزه وسحر لي عشان ياخد البيت ويتجوزني. فتحي وابوه السبب. ابوه مات، احنا عايزين فتحي لازم يخش البيت. احنا مكناش عارفين نعمل ايه، وبنفس الطريقة الباب اتفتح لنا وخرجنا. وبعد كده قررنا في ليلة كده نستدرج عم فتحي وندخله البيت. دخلنا البيت والجحيم كان مستنينا. العروسة كانت قاعدة مستنيانا وبتقول لنا انتوا اتأخرتوا جدا جدا جدا، بس صوت مش مفهوم، ولا صوت الست ولا صوت عم محمد السويسي ولا صوت حد من عياله، صوت جديد أول مرة نسمعه. عم فتحي لما اتاخد ودخلناه جوه بالعافية قال انتوا جايبيني هنا ليه؟ أنا ماليش دعوة بأي حاجة، ماليش دعوة. مرة واحدة احنا اتزحنا بقوة غريبة بره الأوضة، وقعد يصوت ويزعق ويبكي ويعمل كل حاجة، لحد ما من بعيد سمعنا صوت عامر بيخبط على الباب بيقول افتحوا الباب افتحوا الباب. مرة واحدة الباب اتفتح ودخل عامر، دخل هو وابوه والشيخ وجماعة وناس كتير قوي، ما كناش عارفين العدد ده كله جاي من فين. المهم انهم عرفوا كل حاجة حصلت، كانوا سامعين كل حاجة عم فتحي بتاع الازاز ده بيقولها من الأوضة. صوته كان مسموع للشارع كله وهو بيعترف بكل حاجة عملها هو وابوه. لحد ما طلع والشيخ قال له انت مخبي السحر ده هنا فين؟ مخبيه فين؟ قال له مخبيه تحت على عتبة الباب. وكسروا عتبة الباب وطلعوا السحر. عارف بعد ما لقينا السحر حصل ايه؟ البيت مرة واحدة شبابيكه اتكسرت والبيبان اتخلعت من مكانها، ولقينا فيه حاجات وأطياف بتطير في السماء.
ايه ده؟ ما نعرفش، بس اللي نعرفه ان عم فتحي ده طلع من البيت مشلول وفي جرح على رقبته كأنه مذبوح، وقاعد ساكت ما بيتكلمش، مش عايز يتواصل مع اي حد خالص. تفتكر دي صدفة؟ صدفة ان احنا اللي يتم اختيارنا؟ قلت لك ان التجربة دي هي اللي اختارتنا، مش احنا اللي رحنا لها. فعلا استغاثة من عالم اخر. وبس يا حكواتي، لو عجبتك القصة دي ما تنساش بقى انك تعمل لي لايك واشتراك وشير، تعمل لي كومنت تقول لي رأيك فيه ايه، مستني رأيك ومش هتأخر عليك الفيديو الجاي. سلام.